اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات سلسله الحته اللي بتيجي اللي بناخد فيها سؤال في الامتحان. الفكره بتاعت النهارده اسمها الاميتر صفر، هات لي الفي بي. طبعا السؤال ده بقى بدا يتكرر كتير جدا في الامتحانات، جه من سنتين في امتحان ثانويه عامه، والسنه اللي فاتت جه في امتحان ازهر، وبيتكرر كتير فلازم اخد الفكره. بيقول لي ايه في الدائره الموضحه بالشكل: اذا كانت قراءه الاميتر صفر فان قيمه الفي بي 2 تساوي. تعال ناخد اسهل طريقه. احنا عايزين قيمه الفي بي 2. هنسيب في ب 2 خالص ونشتغل من هنا. هنفترض ان في تيار خارج من هنا اسمه اي. طبعا غصب عنه هيجي هنا، مش هيمشي كده بقى، لانه قال لي ان قراءه الاميتر بصفر، يعني المنطقه دي كلها كده ما فيهاش تيار. يبقى الاي هيمشي هنا، وبعدين هيعدي غصب عنه هنا ويلف هنا. يبقى انا هشتغل على الحته دي كده كانها دايره مستقله بنفسها. اقدر اجيب الاي بتساوي ايه؟ في بي على ار داش. الفي بي كام؟ 6. الار داش هجمع الار والتلاتة ار مفيش غيرهم، يبقى 6 على 4 ار. 6 على 4 اللي هي 1.5 على ار. يبقى كده احنا جبنا الاي ب1.5 على ار. طيب تعالى بقى الناحيه التانيه هنيجي نعمل مسار ونشتغل بكيرشوف بطريقه سهله جدا. هنعمل سهم رايح من السالب للموجب، ونعمل اتجاه المسار مع البطاريه، مع سهم البطاريه، ونكتب القانون اللي هو سيجما في بي بتساوي سيجما اي ار. نسال نفسنا في الحته دي كده في كام بطاريه واحده اللي هي كام؟ في بي 2. نكتبها هتساوي. نيجي الناحيه الثانيه بقى، في كام مقاومه هيمر فيها تيار؟ ودي غلطه الناس بتقع فيها. المقاومه دي مش هنحسبها لان مش هيمر فيها تيار، فدي هنلغيها، يعني مش هنكتبها معانا. ما هو تيارها بصفر، يعني صفر في 2 ار بصفر. يبقى المقاومه اللي شغاله معانا بس الحته دي كده اهي، اللي هي كام؟ 3 اي ار. وسهم المسار مع سهم التيار يبقى ده موجب. طب ما احنا لسه يا استاذ ما وصلناش للفي بي 2 احنا عايزينها. طب ما احنا لسه قايلين ان الاي بتساوي كام؟ 1.5 على ار. يبقى نكتب 3، نشيل الاي ونحط قيمتها اللي هي 1.5 على ار. كل ده مضروب في مين؟ في الار ده اهي. الار دي هتروح مع الار دي، يبقى 3 في 1.5 يطلع الاجابه 4.5. ركز، الفكره دي بتيجي كتير جدا في الامتحانات. هتعملها ازاي؟ سريعا، هتشتغل على المسار ده الاول، تجيب الاي بتساوي في بي على ار. بعد كده هتشتغل على المسار ده، هتلغي دي لان مش هيمر فيها تيار، يبقى الفي بي 2 بتساوي اي في 3 ار، وعوض عن الاي. السلام عليكم.